طبعا كلنا من امبارح كجماهير النادي الاهلي زعلانين ومتضايقين بعد خسارتنا من فلامينكو وخسارتنا المركز الثالث وبرونزيه كاس العالم للانديه، لكن كمان اعتقد ان جماهير النادي الاهلي متفائله بشكل كبير جدا بمستقبل الفرقه الفتره اللي جايه بعد البطوله. صحيح النادي الاهلي خرج من البطوله بدون تحقيق اي مركز، لكن كمان خرج من البطوله بمكاسب كبيره، واول مكسب خرج بيه النادي الاهلي وجماهيره من البطوله ان هو عارف ان هو عنده مدير فني على مستوى عالي، مدير فني عنده شخصيه قويه، مدير فني قادر ان هو يتطور ويغير من شكل واداء لعيبه النادي الاهلي، مدير فني قادر ان هو يحط ايده على مشاكل النادي الاهلي وان شاء الله يحلها في المستقبل، وان شاء الله كولر بالنسبه للنادي الاهلي يبقى مشروع في السنين اللي جايه باذن الله تعالى، ويبقى النادي الاهلي معاه من افضل لافضل باذن الله تعالى. ده اول مكسب خرج به النادي الاهلي وجماهيره من البطوله. تاني مكسب خرج به النادي الاهلي وجماهيره من البطوله ان هو عارف وحط ايده على لعيبه عنده في الفرقه، وعارف ان دي لعيبه عندها امكانيات فنيه كبيره، ولعيبه عندها شخصيه قويه، ولعيبه بتاعه بطولات كبيره وبتاعه مباريات كبيره زي حسين الشحات واحمد عبد القادر. حسين الشحات اللي قدم افضل 70 دقيقه في تاريخه مع النادي الاهلي قدام ريال مدريد، 70 دقيقه عظمه لحسين الشحات، ما تحسش ان هو خايف، ما تحسش ان هو قلقان، كان بيلعب بشخصيه بروح، كان بيلعب الند بالند قدام لعيبه باسم وحجم ريال مدريد. نفس الكلام لاحمد عبد القادر، قدم 90 دقيقه عظمه قدام فلامينكو، افضل مباراه لاحمد عبد القادر مع النادي الاهلي. واعتقد بقى ان المباراتين دول لازم يكون مرجعيه لحسين الشحات واحمد عبد القادر الفتره اللي جايه، اول ما يحصل لهم دروب في مستواهم لازم يرجعوا ويتفرجوا على المباراتين دول ويعرفوا ان ده مستواهم الحقيقي، وان صعب جدا ينزلوا عن المستوى دوت مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه.